في جرايم بتتقفل وفي جرايم ما بتخلصش. وفي شقة رقم 9 أي حد يدخلها بيخرج فيها ناقص روح، ناقص عقل، أو ناقص عمر. أنا محمد، ودي قناة الإشارة السوداء. واللي هحكيه دلوقتي مش قصة ولا خيال ولا إشاعة، ده ملف اتقفل 15 سنة واتفتح لوحده من يومين بس. ملف الجريمة اللي أول ما تبتدي تقراه تحس إن في حد وراك. مستنين تسمعوا؟ يلا بينا. اربطوا الأحزمة، طفوا النور، وخليك ثابت لأنك دلوقتي داخل شقة رقم 9 في آخر شارع ضيق في منطقة هادية. كان في بيت قديم دايما شبابيكه مقفولة وستايره سودا. البيت ده محدش بيدخله إلا اللي معاه المفتاح، والمفتاح ده كان مع الضابط اسمه حازم، ضابط جرايم غامضة. من 4 سنين حصلت جريمة قتل في شقة رقم 9. الجثة كانت متقطعة ومفيش أي بصمات ولا أي دليل غير كلمة مكتوبة بالدم على الحيطة، مكتوب: هو راجع. التحقيق اتقفل بسبب ان مفيش ادلة. بس من اسبوع الجيران بدأوا يسمعوا صوت خطوات جوه الشقة، وصوت حد بيجري بالاساس جوه المكان اللي فاضي من سنين. النيابة استدعت حازم وقالوا له يرجع يفتح القضية. اول ما دخل الشقة ريحة قديمة، خانقة، كأنها كانت مستنية حد يفتح الباب وتخنقه. الحيطة اللي مكتوب عليها هو راجع كانت لسه عليها نفس الكتابة، حتى ما بهتتش. لكن الحاجة اللي خوفت حازم بجد انه لقى كرسي متحرك واقف في نص الأوضة وكأنه لسه مستخدم حالا. وهو بيلف الكشاف شاف على الأرض خط سير للعجلات جديد، وبعدين الكرسي اتحرك لوحده. جري ناحية باب الأوضة وقف عنده، وبعدين اتزق بالعنف كأنه حد قاعد عليه وبيهرب من حازم. حازم رفع سلاحه وقال بصوت عالي: مين هنا؟ مفيش رد، بس الباب اتقفل لوحده وراه، والحيطة بدأت تطلع منها خرابيش كأن حد بيكتب تاني. ولما حازم نور عليها بالكشاف ظهرت جملة جديدة مكتوبة بالدم اللي لسه بينقط: الدور عليك. حازم واقف قدام الحيطة والجملة اللي مكتوبة قدامه: الدور عليك، كأنها بتنزف قدامه لحظة بلحظة. ايده بتتهز، مش من الخوف بس من الاحساس ان في حد بيبص عليه من الضلمة، وهو مش شايف ولا عارف هو مين. لف بالكشاف ناحية الصالة، لقى الكرسي المتحرك واقف في مكان جديد قدام باب الحمام، والباب بيخبط، حد بيخبط من جوه. حازم حط ايده على مقبض الباب ولسه هيفتح، سمع صوت حد بيهمس من جوه: ما تفتحش، هو هنا. حازم رجع خطوتين لورا والباب اتفتح لوحده والحمام فاضي، بس المراية كلها عليها علامات صوابع، عشرات الصوابع ورا بعضها كأن حد كان بيمسح المراية من جوه مش من بره. لكن اللي جمد الدم في عروقه إن كل المرايات عكست نفس المشهد: حازم واقف ورا ظهره واحد طويل راسه مايلة ووشه مش باين. حازم لف بسرعة لكن مفيش حد، بس الكشاف وقع من ايده. في اللحظة اللي نزل فيها يجيبه شم نفس الريحة اللي كانت في تقارير الجريمة القديمة، خليط من الدم والرطوبة وتراب قديم. ورجع يفتكر جملة شهود العيان من 4 سنين: كنا بنسمع حد بيجري بعجلة كرسي متحرك في نص الليل. رفع الكشاف لقى آثار عجلات جديدة طالعة بره الشقة. الباب اللي دخل منه لقاه مفتوح، وبره الشقة الممر كان ضلمة، بس في آخر الممر الكرسي المتحرك واقف وملفوف عليه حزام طبي زي اللي يمسك حد مشلول على الكرسي. وفجأة الحزام وقع لوحده كأن اللي كان عليه قام، والصوت اتكرر: خطوات، بس مش خطوات رجل، خطوات حاجة بتزحف، بتزحف على الأرض وبتقرب ناحيته بس ببطء. وحازم سمع جملة مش واضحة طلعت من آخر الممر: أنا ما متش، أنا اتسجنت هنا ومستنيك. حازم وقف قدام آخر الممر والكشاف في إيده بقى أضعف، كأن البطارية بتخلص أسرع بسبب الجو اللي حواليه. الصوت اللي بيزحف بدأ يقرب، والكرسي المتحرك اتحرك لورا كأنه بيبعد عن شيء جاي ناحية حازم. حازم صرخ: انت مين وعايز ايه؟ وفجأة النور في الممر ولع ثواني قليلة، وفي اللحظة دي حازم شاف الحقيقة لأول مرة. كان في راجل مشلول فعلا، جسمه ضعيف، رجليه ملفوفة برباط طبي، وإيده بتسحب نفسها على الأرض، بس وشه مش طبيعي. نصه كأنه اتحرق في حادثة قديمة، ونصه التاني مشوه من حد ما قطعه فيه قبل ما يموت. المنظر كان مرعب، لكن المريب إن وشه كان عامل زي صور قديمة شافها حازم في ملف جريمة
جريمة اختفاء طفل من 15 سنة، ابن واحد اسمه صبر النجار، قاتل متسلل اختفى قبل ما يمسكوه. الراجل اللي على الأرض قال بصوت متقطع: أبويا رجع. حازم اتصدم، قال له: أبوك مين؟ الراجل زحف ناحيته وصوته بقى أوضح: صبر النجار اللي قتلتوه ظلم ورجعت تروحوا للمكان ده، الشقة دي كانت زنزانته. رجعت كل القصص اللي سمعها حازم زمان، إن الشقة كانت غرفة تعذيب قديمة قبل ما تتحول لشقة، وإن القاتل المتسلسل اختفى فجأة ومحدش لقى جثته. معنى الكلام إن اللي كان ساكن في الشقة زمان اتقتل جواها وروحه اتحبست، والابن اتعذب سنين لوحده في الشقة لحد ما مات ورجع هو كمان. الصوت اللي ورا حازم اتغير، بقى نفس الصوت اللي مكتوب على الحيطة زمان: هو راجع. الراجل اللي على الأرض قال بصوت مرعب: اجري، أنا كنت بس بساعدك قبل ما يرجع. وفجأة الكشاف بتاع حازم طفى، والضلمة نزلت في المكان كله، وفي وسط الضلمة سمع صوت خطوات رجل كبيرة، مش زحف ولا كرسي، خطوات رجل سليمة عادية تقيلة بترن في الممر. ولما النور رجع لحظة، حازم شاف الحقيقة تاني: صبر النجار نفسه واقف، وشه نصه متاكل ونصه التاني ثابت، ايده ماسكة الحديد اللي كان متكتف بيه زمان، وقال: جيت بالدور على اللي فتح بابي وانت اللي فتحته. حازم رفع سلاحه، ضرب رصاص، بس صبري اختفى. الضلمة رجعت، واخر صوت اتسمع كان صوت الكرسي وهو بيتقلب، وصوت الراجل المشلول وهو بيتسحب بعيد وبيصرخ: اقفل القضية قبل ما يقفلك. وفجأة كل حاجة سكتت. حازم خرج من العمارة، الشقة مقفولة تاني، لكن لما رجع الاسم وقعد قراءة الملفات لقى انه من 15 سنة الضابط اللي قتل صبر النجار اسمه حازم، بس ضابط تاني بنفس الاسم ومات بعدها بسنة. الملف كان مختوم بكلمة الدور اللي بعده، وحازم اللي موجود دلوقتي فهم ان صبر النجار بيرجع لكل واحد يحمل نفس الاسم لغاية ما ياخد حقه من اللي قتله ظلم. بعد يومين من اللي حصل، حازم كان قاعد في المكتب بيحاول يقنع نفسه ان اللي شافه كان هلوسة، بس كل ما يقفل عينه يشوف صبر النجار واقف قدامه في الممر. وفي ليلة هادية الساعة 3:15 الفجر، حازم سمع صوت حاجة بتخبط على أرضية المكتب. قام يبص، لقى كرسي متحرك واقف قدام الباب، وملفوف عليه نفس الحزام الطبي اللي شافه في الشقة. والكرسي كان بيتحرك قليل بالراحة لحد ما وصل لغاية رجليه، وورقة متعلقة فيه مكتوب عليها بخط قديم: دور جه. النور قطع في المكتب فجأة، ولما رجع حازم اختفى، والكرسي المتحرك كان واقع على الأرض، والحزام مفتوح كأن حد قام منه من لحظات. ملف القضية اتقفل للمرة التانية، واتكتب عليه في آخر صفحة: قضية شقة رقم 9 ما اتحلتش، هي اللي بتيجي للي بيفتحها. ومستنية الاسم اللي بعده. يمكن القصة خلصت، لكن الهمسات لسه موجودة، والكرسي المتحرك لسه بيتحرك كل ليلة لوحده، وبيقف قدام أي حد ينطق اسم اللي دخل الشقة آخر مرة. وأنا محمد قدمت لكم القصة زي ما حصلت من غير ما أزود ولا أمسح. ولو وصلت لحد هنا يبقى لازم تفهم إن الشقة دي ما بترحمش حد ولا بتنسى حد، خصوصا اللي بينادي عليها. دي كانت حلقتنا من الإشارة السوداء. اطفي النور واسمع، يمكن تسمع العجلات جاية عليك.